الفنانة صاحبة الملامح الهادية والضحكة الجميلة الفنانة سعاد حسني. عاشت 58 سنة وتوفت سنة 2001، وده بعد وقوعها من البلكونة وهي موجودة في لندن علشان تتعالج. ورغم مرور 22 سنة على رحيلها، وفاتها مازال لغز. ومش بس وفاتها اللي كانت بشكل مأساوي، لأ، وحياتها كمان كانت مليانة أزمات. كان نفسها تبقى أم، والحلم ده كان بيراودها على طول. ولما اتجوزت الفنان عبد الحليم حافظ، حاولت تقنعه إن هما ينجبوا أطفال، لكنه رفض بشدة. واتكررت محاولاتها تاني علشان تبقى أم، وده من خلال جوازها من المخرج علي بدرخان، وبرضه ما قدرتش تنجب أطفال، وتعرضت للإجهاض أكتر من مرة. ومن ضمن المرات اللي أجهضت فيها كان أثناء تصوير فيلم شفيقة ومتولي، وده بسبب ضغوط العمل. أما بالنسبة لأصعب مشهد مثلته الفنانة سعاد حسني في كل حياتها، كان في فيلم الكرنك اللي اتعمل سنة 1975، وهو مشهد الاغتصاب. وأثناء تصوير المشهد ده جسمها كان بيتنفض، والمخرج علي بدرخان قدم مشهد الاغتصاب ده بجراءة شديدة، حتى إن الجمهور أصيب بالصدمة من جراءة المشهد ووحشيته. والمشهد كان عبارة عن محاولة أخذ اعترافات منها، ولما رفضت الاعتراف، واحد قطع لها هدومها وهي بصقت في وجهه، وهو ضربها بالقلم. وبعد كده فرج قام بمشهد الاغتصاب. بيحكي الموضوع ده الفنان كمال الشناوي، وقال المشهد ده تم تصويره بعد بروفات كتيرة قوي وتحضير جيد، وكلنا كان عندنا رهبة وإحساس بالمسؤولية، ومدركين إن الموقف ده هيكون صعب على سعاد حسني. وكلنا بعد المشهد ده أصبنا بالانهيار، وسعاد حسني انهارت، فأخدتها في حضني وكانت منهارة من العياط وجسمها كله بيتنفض من كتر معايشة حالة القهر اللي في المشهد. شخصيا فضلت حاسس بالغضب والقرف طول اليوم وتاني يوم كمان. مخرج علي بدرخان فقال إنه عاد المشهد أكتر من مرة، وسعاد حسني اتحملت العناء والشقاء رغم إن ملامحها كان وراها ألم شديد وقهر حقيقي. فضلت أعيد المشهد ده لحد ما أنا نفسي بكيت. وسعاد حسني دخلت في انهيار كامل، وقال إنه ما قالش لسعاد حسني على وقت تصوير المشهد ده إلا قبل تصوير المشهد على طول. وسعاد حسني اتجوزت 5 مرات، لكن الشيء الغريب في كل جوازاتها ما لبستش فستان الزفاف ولا مرة، غير على الشاشة بس. جوازها الأول من الفنان عبد الحليم حافظ كان في السر، وطبعا ما لبستش فستان الفرح. والتانية كانت من المخرج صلاح كريم، والجوازة دي ما استمرتش أكتر من 2 سنين. بعد كده اتجوزت من المخرج علي بدرخان، واستمر جوازها 11 سنة، وبرضه ما لبستش فستان الفرح. لبست يدوب فستان أبيض بسيط، وده بسبب ضيق الوقت. والجوازة الرابعة للفنانة سعاد حسني كانت من الفنان زكي فطين عبد الوهاب، وده في نفس السنة اللي اتطلقت فيه من المخرج علي بدرخان. لكن انفصلوا بعد شهور قليلة، وده بسبب رفض العيلة، عيلة الفنان زكي فطين عبد الوهاب. أما الجوازة الخامسة والأخيرة في حياة الفنانة سعاد حسني كانت من السيناريست ماهر عواد، واستمرت الجوازة دي لحد ما توفت. وفي ال5 جوازات كلهم ما لبستش فستان الفرح. والفنانة سعاد حسني عانت من أزمة نفسية واكتئاب، وده بعد وفاة الشاعر الكبير صلاح جاهين، لأنها كانت بتعتبره أبوها، وكانت بتلجأ ليه في مواقف كتيرة في حياتها. قالت تركني وحيدة، كنت حاسة إني يتيمة. موقف مؤثر بيحكي الفنان حسن يوسف، قال بالصدفة قابلت سعاد حسني لما كنت مسافر لندن. كنت موجود في فندق، وفي ست قربت عليا وسلمت، فسلمت عليها في برود، افتكرتها انها واحدة عادية او معجبة. فاجأتني وقالت انا سعاد حسني يا حسن، انت مش عارفني؟ وقتها اندهش الفنان حسن يوسف
وقال أخدتها بالحضن ومسكت الشنط بتاعتها وشلتها لها لحد الغرفة بتاعتها. وبعد الموقف ده الفنان حسن يوسف عاتب نفسه وحكى لمراته الفنانة شمس البارودي وهي لامته كتير، تسبب في حالة من الحزن والألم ليها. وبعد كده حسن يوسف وزوجته نزلوا من غرفتهم علشان يدوروا على الفنانة سعاد حسني، إنها اختفت وما قدروش يوصلوا لها. وفي لقاء للفنان حسن يوسف مع الإعلامي وائل الإبراشي لام الوسط الفني كله علشان سابوا الفنانة سعاد حسني بتعاني من الإفلاس، وقال إن السبب اللي مخلهوش يتعرف على سعاد حسني في الفندق هو إن ملامحها اتغيرت، وكانت لابسة جاكيت خفيف وجزمة رخيصة قوي وشعرها كان غير مهندم. سعاد حسني كانت بتتعالج نفسيا من مرض انفصام الشخصية، بس ده كان لفترة قصيرة. أصيبت بشلل بسيط في الوجه والتهاب فيروسي في العصب السابع، واسمها الحقيقي سعاد حسني البابا، واتولدت في حي بولاق أخت المطربة المشهورة نجاة الصغيرة، وبسببها اعتزل الفنان المشهور أحمد مظهر الفن. كان في عمل فني بيجمعهم مع بعض، والفنانة سعاد حسني أصرت وقتها إن يكون اسمها هو الاسم الأول على أفيش الفيلم، والإصرار ده خلى الفنان أحمد مظهر يفكر بجد في الاعتزال. وبالفعل الفنان أحمد مظهر اعتزل بسببها وفتح ورشة لتصليح العربيات، وكان معروف عنه إن هو بيحب الميكانيكا وتصليح العربيات. وبعد فترة تراجع عن قرار الاعتزال واشتغلوا مع بعض تاني في فيلم شفيقة ومتولي سنة 1978. وفي فيلم الراعي والنساء كان في مشهد المفروض تضرب فيه الفنانة سعاد حسني الفنان أحمد زكي بالقلم، وبالفعل ضربته، ومن قوة ضربتها ليه ضرس العقل وقع من الفنان أحمد زكي. وموقف تاني في حياة الفنانة سعاد حسني، كانت بتعمل فيلم اسمه أين عقلي مع رشدي أباظة، وكان الفنان رشدي أباظة طالب أجر مرتفع لدرجة إن المنتج عباس حلمي مكانش هيقدر يدفع المبلغ ده، وحاولوا يقنعوا الفنان رشدي أباظة بتخفيض أجره لكنه رفض، فاضطرت سعاد حسني إنها تتنازل عن 1000 جنيه من أجرها وياخدها الفنان رشدي أباظة، لكنها طلبت من الكل إنهم ما يقولوش لرشدي أباظة الموقف ده علشان ما يرفضش إنه يشارك في الفيلم.